النهارده اليوم التاسع من تحدي 30 يوم بدون تقطيع أو مونتاج. النهارده هحكي لكم على ازاي انا ضيعت سنة كاملة من عمري في الفيك بروجرس او في الانجاز الوهمي. لما قررت اتعلم اي اوتوميشن، قررت ان انا اشتري كورسات واشوف فيديوهات توتوريالز على يوتيوب واقرا كتب. وبعد ما عدت السنة دي اكتشفت ان انا في الاخر محلك سر. ناس كتير حواليا بنت، طورت من نفسها، اخدت فلوس وكسبت، وانا لسه قاعد بتفرج على الكونتنت اللي الناس عملته. وكل اللي انا وصلت له ان انا بقيت كونتنت كونسيومر او مستهلك محتوى شاطر وبس، محلك سر. فمن ساعتها قررت ان انا اقفل الكورسات دي كلها، وبدات ان انا اطبق بايدي واغلط واتعلم وابوظ واصلح اللي بوظته. وما جاتليش اول فرصه حقيقيه غير لما عملت كده. فنصيحة، لو انت بدأت في حاجة، يعني مجال جديد تتعلمه، ما تتعلمش كل حاجة في الأول، لا، اتعلم وانت أثناء ما بتطبق بإيدك، عشان ده أكتر طريق وأسرع طريق هيفيدك قدام إن شاء الله. فلو في حاجة انت راكنها ابدأ فيها النهاردة، ولو عايز نشجع بعض ابعت لي على الدي ام ونشجع بعض بإذن الله. سلام.